I'm here. Oh my god. Surprise! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دهب في الخردة. دهب مش بمعنى كلمة الدهب اللي هو 21 وال24 والكلام ده، لأ، في أشياء بتترمي في الخردة زي اللي قدام حضراتكم دي. بيبقى الأشياء دي سعرها غالي جدا زي سعر الدهب. يعني قدام حضراتكم ده باور بانك تمنه يعدي حوالي 1000 جنيه، وده مايك من المايكات السبيكر بتاعة الأطفال متكسر ومرمي في مكان، والباور بانك غالبا صاحبه كسره ورماه، لكن هو قيمته قيمة جدا. زي ما انتوا شايفين شكلهم عامل ازاي. تابعونا لاخر الفيديو عشان خاطر تقدروا ان انتوا تستفادوا معانا. متنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك ليصلكم منا كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين ده مايك من المايكات السبيكر كلنا عارفينها، تمام. وده باور بانك بشاشة من الباور اللي هو الحديث، الحاجة اللي هي الغالية القيمة، 2 يو اس بي ويشحن تايب سي ويشحن شحن اللي هو العادي. في بطارية تعدي حوالي 4000 امبير، تمام. زي ما حضراتكم شايفين الحاجة دي كانت مرمية ومدفونة في التراب كمان. احنا بإذن الله هنقدر نرجع الحاجة ديت بإذن الله تعالى مع بعضنا كده. هنحاول ان احنا نستفاد بالباور ده. عندنا اليو اس بي بايظة اهي قدام حضراتكم، 2 يو اس بي بايظين، تمام. وزي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي. ان شاء الله موضوع المايك دوت هنستفاد بيه، وهنقدر نعمل مايك بصوت حلو جدا نقدر نستفاد بيه في التصوير في اليوتيوب وفي التيك توك وفي البث المباشر بطريقة كويسة جدا. وده ان شاء الله هيبقى ليه فيديو تاني لوحديه مختصر. هنا ان شاء الله هنبدأ مع بعضنا دلوقتي نحاول نصلح الباور بانك اللي هو ابو شاشة ده، ونحاول ان احنا نستفاد بيه. زي ما انتوا شايفين طبعا كان مرمي في التراب وشكله عامل ازاي ومتبهدل ازاي، والبوردة بتاعته متبهدلة. اول حاجة حضراتكم احنا هنعملها هنبدأ بالنظافة. بس عايز اقول لحضراتكم حاجة، مش اي تليفون يبقى عند حضراتكم يترمي، مش اي شاشة تبقى عند حضراتكم سواء كمبيوتر او تلفزيون تترمي، لان بتنفع في حاجات كتيرة جدا بتبقى مفيدة. والحاجة اللي انت هترميها النهاردة مش هتعرف تشتريها بكرة، وهتقول يا ريتني ما كنت رميتها. تابعونا وشوفوا معانا الفيديو للنهاية، وإن شاء الله الفيديو هيعجبكم. زي ما انتوا شايفين البوردة بتاعة الباور كلها تراب متبهدلة، ويا رب ما تكونش قطعة، يا رب تكون شغالة باور. احنا بننضفها بالفرشة زي ما حضراتكم شايفين اهوت. لما نضفناها بالفرشة، طبعا الفرشة فيها مادة بسيطة جدا من البنزين، تمام، فبتنضف معانا بسرعة. ادي منظر البوردة اهي. زي ما انتوا شايفين حضراتكم التراب عامل ازاي. طبعا حاجة مرمية وأكيد المية جت عليها والمطرة جت عليها، بس أهم حاجة إن احنا نقدر نستفاد بيها مع بعضينا. هننضف دلوقتي مكان التراب اللي نزل من الباور، تمام. وهنشوف مع بعضنا كده. هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البوردة اهيت. هنبتدى ان احنا الاول ننضفها بشوية بنزين، تمام، مش تنر، بنزين، تمام. او في مادة تانية بتتباع اللي هي الاسبري، يعني اللي عنده حاجة دي او دي، بس بلاش التنر، تمام، يا بنزين يا اما اسبري. شوف لما نضفناها البوردة رجعت تمام. لكن البوردة فيها مشكلة، اليو اس بي دي بايظة واليو اس بي التانية بايظة، وغالبا فيها مشكلة من على البوردة. طب هنجرب مع بعضنا الشاحن كده. ده شاحن اللي هو التايب سي، ماشي، ركبناه. البوردة اشتغلت بسم الله ما شاء الله. البوردة اشتغلت اهي، يعني الحمد لله ان البوردة شغالة. ده الشحن العادي اهو اللي هو بتاع الانفينكس والحاجات العادية اهو. بسم الله ما شاء الله البوردة اشتغلت معانا. يعني معنى كده ان بسم الله ما شاء الله في امل. هنيجي هنا حضراتكم هنجيب قطعة من يو اس بي قديمة عندنا، ممكن تكون في فراش شاحن، ممكن تكون في حاجة خاصة بالكمبيوتر. يعني ده عندنا شاحن قديم اهوت بتاع ايفون، تمام. وفي يو اس بي اهيت في الفلاتة بتاعته. هنشيل اليو اس بي ديت بسهولة جدا، وهنحاول ان احنا نستفاد بيها.
بس ما تنسوش حضراتكم دلوقتي تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. قناتنا حضراتكم قناة متنوعة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، ويا ريت حضراتكم تدعمونا وتشاركوا الفيديوهات بتاعتنا عشان خاطر نقدر ان احنا نستفاد مع بعضنا. ويا ريت حضراتكم لو في اي حاجة تكتبولي في التعليق. ده حضراتكم اليو اس بي اللي كانت موجودة في البوردة بتاعة الشاحن الايفون. ظبطتها، لكن هي مشكلتها ان هي طويلة شوية، ودي رجل على البوردة قطعة من على البوردة، متشالة من على البوردة، الرجول متشالة اللي هي بتاعت اللي هي اليو اس بي اللي هي المفروض تشحن اي حاجة تاني. اول حاجة هنعملها نجيب شفرة موس، وبعد كده نحاول نقشر الطرف اللي هو اللي قاطع، ناخد منه بس نظهر بس العلامة بتاعته، وبعد كده نجيب الألفونيا ونجيب الأزدير. تمام، ونبتدى ان احنا نزود أزدير عشان خاطر نظهر المسار اللي كان قاطع معانا على البوردة زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، بعد كده هنجيب حتة سلك شعر اللي هي النحاس ديت، وهنصنفرها في شفرة الموس، وبعدين نزقيها بإيه؟ نزقيها اللهم صل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نزقيها بالأزدير. تمام، وبعد كده نبتدى إن احنا نثبت السلك الشعر دوت في المسار اللي كان قاطع من على البوردة بنفس الطريقة ديت، والزيادة طبعا من السلك هنبتدى إن احنا نقصه بشفرة الموس. تمام، بعد ما ركبنا السلك من المسار نفسه هنبتدي ان احنا نصنفره. تمام، بنفس الطريقة اللي قدام حضراتكم ديت، وهنقص الزيادة من السلك. طب احنا عايزين نعمل له يعني نأمنه عشان ما يلمس. هنجيب حتة فل، طبعا حضراتكم عارفين الفل الابيض، مع نقطة امير اللي هو سريع اللحام السريع دوت، نقطة بسيطة جدا، وهتبتدى هيسيح الامير مع الفل دوت، وهيبقى تمام التمام التمام، وهيبقى قاعدة مية مية. وترجع حضرتك تصنفر السلك الاصفر او الشعار اللي انت شعرته من المسار اللي كان مختفي بنفس الطريقة دي. يبقى انت كده صنعت الرجل اللي كانت مختفية، ولو الاربع رجول مختفيين برضك هيتعمل معاهم نفس الطريقة ديت. اهم حاجة هنا حضراتكم في تثبيت السوكت نفسه، لو الرجلين الاماميين لسه مازال فيهم قواعد بالأزدير، يبقى ان شاء الله السوكت هيركب وهيمسك مكانه وهيبقى زي الفل زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده حضراتكم زي ما انتم شايفين ركب السوكت في مكانه اهوت. احنا هنشتغل على سوكت واحد يو اس بي، وهنجرب الجهاز نحاول نشغله. هنبتدى بقى نظبط الرجول بتاعة اليو اس بي على الرجول اللي على البوردة ونزود لها أزدير. طبعا الألفونيا مهمة جدا لأنها بتساعد عن الفلاكس في اللحام الأزدير بسرعة، وبتخلي يعزل الأزدير عن بعض بحيث إن هو ما يعملش قفلة ولا حاجة. زي ما حضراتكم شايفين اهوت احنا بنزود الأزدير على الأربع رجول، وبالذات الرجل اللي احنا عملناها اللي كانت قطع من على البوردة، وهنجرب مع بعضينا. ما تنسوش حضراتكم تدعمونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد. في فيديوهات تانية على القناة حضراتكم ياريت تتفرجوا عليها، برضك حاجات متنوعة، ويا رب الحاجات دي تعجبكم. ولو في فيديو يعني مش عجبكم اعذروني، لان انا مبتدئ في اليوتيوب، وبدعي من ربنا التوفيق، وبدعي من ربنا ان انتوا تدعمونا، ويعني متسخروش مني في اي فيديو من الفيديوهات بتاعتي. وليكوا جزيل الشكر جميعا. هنا احنا ركبنا سوكت اليو اس بي. تمام، وهنبتدى نركب البوردة في مكانها. فعلا البوردة ركبت في مكانها تمام، واليو اس بي مكانه مظبوط. هنيجي هنا البطارية بقى فيها موجب وسالب. معروف دايما الاحمر هو الموجب والاسود هو السالب. طبعا على البوردة بيبقى مكتوب علامة زائد ودي الموجب، وعلى السالب بيبقى في شرطة زي ناقص كده، بتبقى ده الاسود اللي هو ايه السالب بتاع البطارية. البطارية زي ما انتوا حضراتكم شايفين ليثيوم اصلي حوالي 4000 امبير. تمام، ادي حضراتكم وصلنا احنا دلوقتي الشاحن. بسم الله ما شاء الله، هو كده ابتدى يشحن. طالما العلامة دي بتروح وتيجي ابتدى يشحن، وادي شلنا الشاحن، وبسم الله ما شاء الله هو شغال على البطارية كده. يعني البطارية فيها 81%. بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله رب العالمين ان الموضوع معانا نجح. بس هنبتدى ان احنا نقفل كده ونجرب كده نشحن موبايل من الموبايلات كده ونشوف النتيجة في الاخر. ما تنسوش حضراتكم تدعمونا
وتستنوا الفيديو الجاي عشان نشوف مع بعضينا المايك اللي احنا هنعمله وازاي هنعمله مع بعضينا ونعمل مايك خرافي للتصوير. هنا حضراتكم وصلنا الشاحن واستنينا شوية، شحن بسم الله ما شاء الله 83 يعني 2%. وادي وصلنا اليو اس بي وهنجرب الشحن على التليفون. ادي ده تليفون انفينكس وهنجرب كده. بسم الله ما شاء الله نطقت علامة الشحن وابتدت تبقى تمام ويشحن. احنا كده حضراتكم وصلنا لنهاية الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك ليصلكم منا كل جديد. وانتظرونا في الفيديو الجاي ان شاء الله. كل يوم ان شاء الله الساعة 12 صباحا بينزل فيديو جديد. تمام. وهنا كده وصلنا لنهاية الفيديو، ونختم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتظرونا الساعة 12 صباحا Yes. كل ليلة. سلام عليكم. Goodbye.